المكان ده لو جاي من المريخ مش هيعمل كده، لان طول عمرنا بنسمع ان المانجا بتتاكل او بتتشرب، ولكن انك تعرف ان المانجا اتخللت، فاللي هو ازاي يعني اكل في يوم من الايام مانجا مخلله؟ والقصه والروايه عندي مخللات. اصل الحكايه، وتعالى اقول لك هو الاصل الحكايه في ايه بالظبط. لان اكتشفت ان المكان ده بقاله اكتر من 60 سنه، يعني من ايام فرع الغوريه الاساسي، واللي عرفته واتفاجئت بيه انه عمل من الزيتون سبريد وعمل من الليمون المعصفر عصير. انا لقيت الحوار كبير فقررت اجيب 2 حواوشي ويلا بينا ندوق. وعايز اقول لك ان طعم الليمون حرفيا كان في حته تسعه. يا ولاد الذين يا بتوع المخلل. وعايز اقول لك ان جربت الزيتون والبصل بجميع انواعه والخيار المخلل، حرفيا بالنسبه لي مخللايه ما سابش اي حكايه غير لما عمل منها مخلل. وانا بالنسبه لي ان المكان ده ياخد حته من قلوب المطاعم. انا الحاج ناصر حفيدي الثالث بالنسبه لترش الغوريه. فالترش بتاعنا ده اساسا بقاله عمر، يعني من قبل مش 1910، قبل 1910 طول عمرنا بنخلل في البراميل الخشب اللي هي اصل التخليل. ميه الترشي اللي هي الاساسيه بالنسبه لنا اللي هي الويسكي